سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. انا صباح الحمد لله. كما العاده نرحب بالمشاركات، نقول لكم مرحبا بكم، ومشاركاتي قدم نقول لكم مرحبا بكم للمره الثانيه. دمتم اوفياء للقناه، واللي اول مره تشاهدني تشترك في القناه وتفعل الجرس هكذا باش نلحقها كامل جديد ديالي. صح فطوركم ولا صح سحوركم، صاديق الوقت اللي كنتو فيه الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم يعني الثالث طاوله من شهر رمضان. راح نطولش عليكم، راح نبداوها مع اول وصفه اللي هي فلان. العروسه تاع اليوم واش درت فيها ان فلان. درت طبق رئيسي اللي هو طاجين الجلبانه والقرن بحله جديده وشكل شباب بريزونطابل، ومقادير اقتصاديه اكيد. وطبق الثالث راح ندير يعني بحشو واحد، راح ندير 2 من المملحات، راح ندير بوراك ومملحات بخبز تورتيلا. ما نطولش عليكم، نروحوا نكملوا الوصفه تاع الفلون يعني درت فلون كراميل عادي، فاني بليتو. انا نحب هذا الفلون تاع نواره، نشري غير هو يعني تاع الكيلو، نشري فيه لي غوف فاني وفخاز وشوكولا. فوالا انا خدمت هنا بتاع الفاني في 1 كيلو نورمالمون. هذا هنايا في كاسرونه واش درت ريتله تاع الحليب، يعني هما في ريتلان ومدي لي 4 مغارف نورمالمون تاع لو فلون. مي انا نحبو يجي الشاي روحو وحكم روحو، على هكذا درت 6 ملاعق كبار تاع الفلون، درت معاهم 2 مغارف كبار تاع السكر، وراح نزيد معاهم مغرف تاع الفارينه ولا تاع المايزينا كيما تحبوا. انا كانت عندي لا فارين، درت مغرفه تاع لا فارين، وراح نخلط هكذا بالفوي كامل المكونات هكذا مع بعض بارد في بارد حتى تحلي كامل هذيك لافارين. وما ديرليش لي كريمون كنحطها فوق النار، راح نخليه هكذا فوق النار حتى يرفد لي الغليه ويبدا يتقلي. وهذا هو الليمون اللي راح ندير فيه لو فلون. او ديبي كامل درت صنعت كراميل وحطيتها هكذا في لو فون تاع المول ديالي. فوالا الان راح نبدا نفرغ في الفلون كراميل. فوالا هكذا بهذه الطريقه. فوالا يعني كيما نديرو لو فلون نورمال، جيست حطيته يعني في هكذا في مول كبير، وقعد لي شويه تاع الفلون راح نديرهم هكذا في ديفيغين صغار. فوالا وهكذا الفلون تاعنا راه يكون واجد. راح ندوزو للطبق الرئيسي. درت طاجين الجلبانه بواحد الحله جديده والقرنون. اول حاجه بديت بالبطاطا، كانوا عندي هكذا حبه تاع البطاطا يكونوا متوسطين، يعني قطعتهم هكذا بوتي دي وخليتهم يغليو في الماء وشويه تاع الملح فقط. بعد ما غلاو هكذا وهم سخونين راح نزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع الفرomاج، فرomاج فوندو. انا نخدم هذا تاع موندور فيه لي فرomاج تاعو كامل شابين. بون هذا اللي بدون زرق نورمالمون تاع 3 فرomاج، كاين تاع بالغوغودا تاني تشباب. فوالا يعني الفرomاج موندور يخدموا بون كاليتي تاع الفرomاج. وهكذا راح نضرب كامل هكذا بالباتور. اساس الوصفه تاعنا لازم نضربوها هكذا بالباتور باش تجينا يعني هذيك البطاطا خفيفه وكيما لاموس. فوالا هنايا درت لها فقط شويه تاع فلفل اسود، ما نكثروش بزاف، والملح اكيد شويه لانه رانا درنا لها الفرomاج. فوالا راح نكمل نخلط كامل هكذا هاد المكونات بالباتور حتى وهي هكذا البطاطا سخونه راح تترحلنا وتجينا بزاف خفيفه كوم ايموس. فوالا هاد لاوصت بزاف هايله مليحه العرضات، يعني تحمر الوجه، تبدل يعني البريزونطاسيون تاع الجلبانه بالقرنون. هنايا في طنجره واش درت مغرف تاع الزيت، وراح ندير معاها مغرف تاع ليدام. فوالا انا ندير اكيد السمن، طواجن تاعنا كامل يحبوا ليدام. انا هكذا درت الزبده بليتو سمن وزيت. فوالا راح نحط لي مورسو تاع البولي تاعي، يعني واش كان متوفر عندكم هكذا. وراح يعني نقوي النار ونخليها تدي هذيك التحميره الشابه هكذا باش يجينا الطاجين تاعنا بنين. فوالا التوابل واش راح ندير، يعني ما راحش نكتر كامل فيها التوابل لهاد الطاجين. درت توابل دجاج،
اذا كانوا عندكم متوفرين. فوالا، مع شويه فقط تاع الفلفل الاسود. وهذا ما كان، هذه هي يعني التوابل اللي راح نديرهم في الطاجين ديالي. ما نكترش بزاف التوابل. الان واش راح ندير؟ راح ندير حبه تاع البصل اللي كنت اشيتها في الاشواق، وراح نحطها فوق هذا الدجاج ولي زيبيس. ندير فقط شويه تاع الملح، وهذا ما كان. وراح نخلي كلش يعني يتقلى مع بعضياته، يعني نخليو هذاك البصل يتقلى تخي بيان، ونعطولو الوقت في التقليه. فوالا، هنا يعني زدت يعني الملح، وراح نخليه اكيد يعني يتحمس في راحته. فوالا، وبعد ما تحمس لي تخي بيان، الان راح نبدا نمرق الطاجين ديالي بالماء سخون اكيد. نقوي النار باش ترفدنا الغليه، هكذا نقدروا نغلقوا على النجره في راحتنا. راح نزيد كميه تاع الجلبانه. انا الجلبانه كنت دايرتها هنا في كونجيلاتور. فوالا، وراح نحط القرنون اللي كنت نقيته تقريبا من قبل، ونحطوه يعني في القارص ولا في الخل هكذا باش يقعدنا هكذا بيض، ما يجيناش كحل. القرنون ديالنا يعني حتى من الداخل وما يكحلناش. يعني كي نقسموا الحبه راح نشوفوها تقعد بيضه هكذا. الان نخليها ترفد الغليان، نغطي عليها ونقص النار ونخلي القانون تاعنا يطيب. نطيبه ماشي حتى يطيب يعني كامل يتفرتت، وانما يقعد شايد روحه هكذا. نخلوه يبرد جوست اكوتي كيما خدمنا هذيك البطاطا وخليناها تاني سور كوتي. فوالا، هنايا راح نوجدوا هاد الخلطه اللي راح نقليو فيها القانون ديالنا. واش درت حبه تاع البيض، 2 مغارف تاع الفرينه، فلفل اسود شويه فقط، وشويه تاع الملح. وراح نزيد لها هكذا الحليب تدريجيا هكذا غير بالعقل، يعني ما يزيدش بزاف الحليب، جيست باش نقدروا يعني جيست باش نقدروا انه تكون هكذا ماغينات اللي نقدروا نقليو فيها القانون ديالنا. يعني شرط ضروري انه باش نديروا المونتاج تاع القانون تكون القانون بارد، وتكون هذيك البطه يعني اللي خدمناها يعني درنا لها راهي مدوزنا هذيك البطاطا فيها الملح فيها الفرomاج وفيها الزبده، يعني راهي بنينه تجي بزاف خفيفه قوم ايموس. لازم يكونوا بين زوج باردين سينو يعني راح ينفصلوا القانون على هذيك العموس. فوالا، راح نكمل بنفس الطريقه كامل حبه تاع القانون ديالي. نعمر لهم هذيك البطاطا المهروسه فوالا اللي وجدناها. يعني هاد الوصفه بزاف بنينه، قد ما نشكركم فيها ما نعطيكمش حقها، بزاف هايله بريزونطابل. و اون ديغي با راكم تاكلوا في يعني في القانون يعني مع هذيك البطه راح يمد لواحد البنه بزاف هايله. فوالا، وهكذا هنايا راح نجوزو باش نقليوها. فوالا، هذه هي الخلطه اللي خلطناها كيف دوكا. واش راح نديرو؟ راح نغطي هكذا الوجه ديالها في هذيك هكذا كما راكم تلاحظوا، وراح نجوزو باش نقليوها. وبنفس الطريقه راح نقليو كامل الحبه ديالي. وشنو كي نحطوا يعني هاد القانون كي نقلبوها هكذا على وجهه، من الاحسن ما نحولوهاش حتى تشد روحها تخي بيان هكذا باش ما تخسرناش كامل لا فورم تاعها. فوالا، بنفس الطريقه يعني تحبوا ديروها انا هكذا ساعدتني احسن، يعني ديريكت نديرها على وجهها. فوالا، راح نكمل نقلي يعني القانون ديالي من الجهتين. وبنفس الطريقه نكمل كامل الحبه تاع القانون ونقليهم من الجهتين. فوالا، وهكذا نكونوا يعني كملنا لا غوسيت تاعنا.
وكما قلت لكم هذه الوصفه لازم تجربوها، يعني ما تعرفوش البنه تاعها حتى تجربوها، بزاف هايله بنينه وخفيفه. وهكذا يعني تزيين تاع زينته برك كدا بحبه زيتون باش نكسر هذاك اللون تاع القانون هذا ما كان. الان راح ندوزو يعني للوصفه الثالثه. راح نديرو مملحات بالخضر بزاف بنينه، يعني انا وحده من الناس اللي ما ناكلش الخضره هكذاك حب سينو دونك وحنا لازم ناكلو كامل الخضره. سي بوغ سا لازم كامل دائما اشيها ودائما نحب ندخلها في الماكله ديالي هكذا. تاني حتى اللي ولادها ما يحبوش ياكلوا الخضره راح ندخلها لهم هكذا في الماكله. هنا في مقله واش درت شويه تاع الزيت. هنا واش عندي الخضره واش درت شويه تاع زروديه وشويه تاع لاكوجيت، يعني اللي كنت اشيتهم، يعني جوج حبات تاع زروديه، جوج حبات تاع 3 حبات تاع زروديه درت، وجوج حبات تاع الكورجيت هكذا اللي كنت اشيتهم كامل في الاشواق كما راكم تلاحظوا. ونخليو يعني هاد الخضره تتحمس تخي بيان في هذيك شويه تاع زيت، يعني نغطيوها ونخليوها تطلق الماء تاعها. فوالا انا شوفوا الخضره ديالي كما راكم تلاحظوا هي تحمست تخي بيان وراهي دخلها طياب صيبه راهي طابت لي. الان واش راح نزيد عليها الاضافه، زيدوا واش تحبوا. انا زدت عليها شويه زيتون ايفيلي هكذا زيتون خضر، وحندير عليها كميه هكذا مليحه تاع المعدنوس، وراح نزيد كذلك الفرomاج. انا درت هذا فرomاج فوندو ولا فرomاج بلون كما تحبوا ديروا فرomاج غابي تانيت. انا راح ندير هكذا كونتيتي مليحه تاع الفرomاج بلون هكذا كما راكم تلاحظوا. وكانت عندي ان بو هكذا تاع الطون تاع الزيت فوالا اللي كنت قطرتها ديجا من الزيت من قبل. راح نحطها هكذا في الحشو ديالنا. الحشو يعني اختياري كما تحبوا. قلت لكم انا اساس الحشو هو الخضره، لاني نحب ندخل يعني الخضره في الماكله ديالي. وشنو مام انا هكذا وهكذا كبيره وما نحبش ناكل يعني الخضره هكذاك، لازم توجور ناشيها وندخلها في الماكله هذا مكان. وهكذا الحشو ديالنا راه واجد كما راكم تلاحظوا وبزاف بنين. بون انا راح نقسم نص ندير يعني بوراك راح نديرو الشكل تاع الصامصه، وكما راح ندير تاني واحد المملحات وشكل مثلث اكيد. بون انا هنا واش جبت الخبز تاع تورتيلا، يعني انا شيت هنا هذاك الواجد مي مالوغوزمون ما كانش كامل بون كاليتي، يعني قاعد يتكسر لي وحده. فوالا راح نقسم هكذا الحبه على 2 باش نديرو الشكل تاع الصامصه. قلت لكم كان قاعد يتفتت لي سي بوغ شغل ما ساعدنيش في الخدمه. سينو انا اللي يضيق الوقت يعني ما حبيت نوجدو في الدار، سينو توجدوه في الدار يجي بزاف سهل. راح نوجدو يعني معاكم. فوالا هنا راح نسيي هكذا نشكل مثلثات بهذا خبز تاع التورتيلا كما راكم تلاحظوا. كما قلت لكم انا ما ساعدنيش بزاف قاعد يتفتت لي شغل وحده. سينو تحبوا ديروه شكل تاع البوراك كما تقدروا ديروه، يعني حشو لاي مملحات بالعجين. فوالا انا كما قلت لكم لي ضيق الوقت ما حبيتش يعني نديرو في الدار على هكذا شريتو واجد، مي مالوغوزمون ما طحتش في لا بون كاليتي. وهكذا بنفس الطريقه نكمل كامل الحبات تاع المملحات. فوالا وكي نكمل راح ندوزهم في البانينز. فوالا يعني هنا قاعده غير نساعد فيه. والنصف الثاني تاع الحشو درتو الشكل تاع البوراك، فوالا الشكل تاع الصامصه. يعني بعد ما وجدت هذوك تاع الخبز تاع التورتيلا راني شعلتهم هكذا وجوزتهم كامل في لا بانينيز. فوالا
وهنايا راني نشكل في الصمصة بالديول بنفس الحجم، يعني حشو واحد، بدنا يعني فقط في الشكل، ولا يعني وحده بالديول راح نقليوها، والثانيه راح نبريسيوها هكذاك بخبز تورتيلا. فوالا، وهكذا لحقنا يعني نهاية الوصفات. راح نوري لكم يعني الطاولة تاع العشاء. شوفوا هذاك الطبق الرئيسي شحال جا بزاف هايل، سلطة يعني فلفل حلو مع البيض. رافو هذوك المملحات بعد ما بريسيناهم. وهنايا الشكل تاع البورك، درت الشكل تاع الصامصة. فوالا، وهذا هو الطبق الرئيسي اللي يجي بزاف هايل بنين بريزونطابل. ننصحكم كامل تجربوا هاد الطريقه ولا هاد الوصفه في طاجين تاع الجلبانه بالقرنون. راح يجي وصفه مخالفه. والان راح نجوزو يعني لطاوله السهره. فوالا، هنا عطرتكم يعني بالبخور. راح نوري لكم يعني في السهره واش وجدت. ديجا كانت عندي ديجا البارح خدمت سنيوه تاع البسبوسه وشويه يعني تاع القلب اللوز، ودرت هذاك الفلون اللي جا بزاف هايل، الشكل تاعو بزاف شباب مخالف، والبنه هايله. يعني كي نكتبوا لا كونتيتي تاع الفلون راح يجينا بزاف حاكم روحو. الان حقنا كما العاده الفقره بقالت. نقول لكم اعقدوا ونويو البنات، بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابه رديت وليكم هاد الفال نويت. معيت نغضب عليك ونحير كيفاش نواسيك، نظلمك ونبكيك نندم ويروح نعاسي، نجي ليك ونرضيك ونبربرك غير باحساسي، حنينه والقلب يبغيك معاك ان شاء الله هنطلع ساسي. لان ما لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.